يعني أنعشوا قلوبنا وقلوب المشاهدين بذكر الله. الله يفتح عليكم وجعلكم مبارك. آمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. سبحان رب العظيم. لقد أوتيتم مزاميرا من مزامير آل داود. ما شاء الله تبارك الله عليكم. ما شاء الله تبارك الله على هذه الأصوات الجميلة. نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن تكونوا من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى والأئمة المخلصين المؤثرين في المصلين. جزاكم الله خير. حقيقة صراحة ما أدري يعني نتكلم بعد القرآن صعب الحقيقة. لا بس في لفتة يا شيخ أن كل من أوتي صوتا أن الذي أعطاه الله صوت يجب يتقرب إلى ربه. أحسن تشتغل له بالدعوة إلى الله لا يعصي الله. لا كثير بعضنا حقيقة ناس إخواني عندهم أصوات معي فبدل أن يطيعوا الله بهذه الأصوات عصوه بها. فحقيقة نوجه نداء
لكل مسلم مسلمة أن يعني يستغلوا ما أعطاهم الله. هذا الصوت نعمة. يعني كما قال ابن مسعود عندما سمع من اللي كان يغني قال يا ليت ما أحسن هذا الصوت لو كان في القرآن. زادان وأصبح من أئمة السلف. فيعني حقيقة نداء لكل من يعني يعصي الله بصوته، ولمن تعصي الله بصوته بطرب أو كذا أن يتقوا الله في هذا، لأن الله أصلا قادر أن ينطقك وقادر يسكتك. يعني كلام جميل حقيقة، يعني الواحد بس يكرر يحفظ على طول. مرة كذا. تعليقك لا يعلم الشيطان. يا سلام. تعليقك شيخ زايد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. والله كما ذكر أخوي نايف كلام ابن مسعود ما شاء الله كلام جميل، اللي هو كلامه يقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام، يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبورعه إذا الناس يخلطون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. كان كلام طويل. فمن الطرق المفيدة في حفظ القرآن الكريم، وهي مجربة طبعا لي شخصيا، أنا كنت أستمع لقارئ أنا أحب أن أستمع له. ممتاز. سواء كنت في السيارة، ممتاز. كنت في البيت، في أي مكان أحب أستمع له، حتى ولو كان قارئ يعني. طيب لو سألناك من كنت تحب تستمع له؟ والله شوف القارئ اللي كنت أستمع له قارئ عندنا في الرياض اللي هو الشيخ ياسر الدوسري. يا سلام. فتأثرت به كثير. جميل. تأثرت به حتى أني سبحان الله كان له أثر حتى على صوتي، ثم الحمد لله استقليت يعني الآن. انفرت بصوت الله الحمد. جميل. ولكن كان له تأثير، كنت من كثر ما استمع له والله يعني حتى أن سورة من السور وهي سورة الأعراف. كان شريط له قديم سورة الأعراف، من السور التي حفظتها من كثر ما سمعتها من الشيخ ياسر. يعني مثل ما قال الشيخ نايف يعني مع التكرار وتدري أنك حافظها وأنت ما تدري. سبحان الله. فأنا ذكرت هالشيء لأن سبحان الله القارئ اللي تحبه بتستمع له، سواء أنت تبي تحفظ ولا ما تبي تحفظ. أنت مستمع له وتكرر المقطع وتحفظ. تكرر المقطع. يعني لو قلنا مثلا قبل النوم واستمعت المقطع سبحان الله عليك السكينة بعد ما تقوم الليل وتقرأ المقطع نفسه اللي بتحفظه مثلا في التحفيظ أو في أي مكان أو بعد صلاة الفجر، يكون المقطع اللي قبل النوم المقطع اللي بتحفظه غدا. فهمت؟ تستمع له من القارئ اللي قلت قارئ محبب لديك. مفضل. ممتاز. انك يعني مستمع له. فهمت يا شيخ؟ جميل مفهوم. فيكون تأثيره أول شيء على حفظك، تحفظ الآيات من كثر. ثاني شيء يأثر عليك في الصوت. أيوة. تحاول انك تقلده، تحاول انك يعني تحسن صوتك. في يصير له تأثير من جانبين، اللي هو جانب الصوت وجانب سبحان الله الحفظ. ما شاء الله. كانت هذه طريقة يعني جميلة، سواء في السيارة في أي مكان، في السفر. كل ما خلصت بسورة الأعراف أعدتها. سبحان الله حفظت سورة الأعراف. سورة الأعراف طويلة ما هي بسهلة. صحيح. من أطول. مع ذلك سبحان الله مع التكرار ما قال الشيخ نايف إلا سبحان الله حفظت السورة، وأسأل الله يجعلها حجة لي ولكم والمستمعين. شيخ زايد لك أشرطة في السوق؟ اي نعم. ما شاء الله. الله يقبلنا وياك. شيخ نايف؟ قريب إن شاء الله. قريب إن شاء الله. والشيخ جابر لك؟ نعم. وخلاد؟ الحمد لله أنا عندي أشرطة بس يبغى لها وقت، وإن شاء الله بإذن الله إن شاء الله على ما قالوا متفائلين خير، وهي على ما قالوا أشرطة مع وقف التنفيذ. الله يستر، مع وقف الإخراج.